كان عندك كمان هي هذه التجربة اللي تخليت فيها عن كل أصلا وسائل التواصل وكل الأجهزة الحديثة ورحت في عزلة 40 يوم في جزيرة. أيوة، أنا صار لي عادة من 2006 كل سنة لازم أسوي شيء لوحدي لتطوير نفسي، مو إجازة ولا إنها رايح أنبسط، ولا أسبوع أسبوعين أو 3 لوحدي وأرجع. وأخذت معي بس كتب، قعدت أقرأ وقعدت أتأمل وأحلل وأخطط للمرحلة الجاية في حياتي، واسترجعت كل ذاكرة الطفولة وفكرت أشياء ما كنت عمري فاكرها عن طفولتي، لأن الواحد جالس فاضي. إيه؟ ما عندك ولا تلفزيون ولا انترنت، فتقعد تغوص في نفسك، وهذا من اسباب الخلوه واهدافها، انك تغوص وتكتشف اللي جوا نفسك. الانسان مستحيل انه يقدر يحسن من نفسه الا اذا عنده امل. صح. امل انه عيوبه هذه ممكن في يوم من الايام يتغلب عليها. وانا دائما كنت اقول مثلا كنت ادخن زمان، ودخنت 13 سنه وجلست 10 سنين احاول ابطل. واو. 10 سنين ابطل، ارمي البكت 3 أسابيع ارجع تاني ادخن. بس كان عندك امل انك انت لولا الامل انه في يوم من الايام حتفك، كان عندي امل ويقين ما كنت بطلت، كان اليوم جاي معايا بكت سجاير. تحسين النفس على مستوى الفرد بدون امل. صحيح. لذلك الامل هو وقود العمل. صحيح. هو البنزين. من الظلم ان نحكم على السمكه بناء على عدم قدرتها على الطير، ومن الظلم ان نحكم على الطير لعدم قدرته على السباحة في داخل الماء. لكل مخلوق قدرة ولكل مخلوق موهبة. هل تعرف إيش موهبتك؟ من أهم الوسائل تخلي الواحد يلاقي شغفه أنه يجرب هوايات كثيرة. لا يمكن أن تبدع في مجال لا تحبه. يمكن أن تنجح ولكن لا يمكن أن تبدع. موهبتك هي جواز سفرك للنجاح. أنا أسأل الجالسين وأسأل نفسي، هل كل واحد عارف بالضبط ما هو هدفه؟ يا ترى اليوم لو رحت سألت الشباب في المنامة ولا في جدة ولا في القاهرة ولا في الرباط، أين ستكون في 2020؟ ما هو الهدف؟ سيجيبوا ولا لا؟ في مقولة تقول: إذا أردت أن تضع هدف، ضع هدفك عند النجوم، علشان لو ما أصبت الهدف تصل فين؟ تصل إلى القمر. وهذا علمنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لما ندعو ما نسأل الله الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى، أعلى مراتب الجنة. واحدة من أهم معادلات النجاح في الحياة E plus R equals O. E environment، R reaction، O outcome. المحيط زائد رد فعلك لهذا المحيط يساوي النتائج. توجد نماذج كثيرة استطاعوا أنهم يحصلوا على نتائج إيجابية بسبب ردود أفعالهم الإيجابية في وسط المحيط المحبط اللي هم فيه. الخلاصة أن المصائب إما أن تعييك أو تحييك، أنت اللي تقرر. أكبر مشكلة هتواجهكم هي صراعات النفس، وأن الواحد يقدر ينجح داخليا ليس خارجيا. التحدي أن الواحد يقدر بقدر المستطاع يصل إلى مرحلة من السلام الداخلي اللي يخليه عقله يتغلب على شهواته. كل واحد عنده حاجة بيهرب فيها من مشاكله، لما يتألم يلجأ إليها. تدخين، شرب، اتفرج على مسلسلات، أروح أسافر. التحدي أنه إحنا نصل لمرحلة يصبح اللجوء هذا لله، وهذا مقام عالي جدا وصعب جدا ولا يصل إليه الإنسان بسنة وسنتين. هذا هو الهدف النهائي. أتمنى عجبكم المقطع. لا تنسى تسوي لايك، كومنت، شير، وانشر المقطع على مواقع التواصل. يمكن المقطع يساعد في تغيير حياة شخص أو يساعد أحد يمر بصعوبات. وإذا ما اشتركت في القناة لا تنسى تسوي سبسكرايب من أجل مقاطع أسبوعية نفس دي. نشوفكم الأسبوع الجاي. مع السلامة.